هقول له كده: هل تؤمن ان المسيح اله؟ هيقول لي لان هو كاتب في الكتاب بتاعه ان المسيح هو الاله مش العذراء. طيب وهل تعرف ان العذراء ولدت المسيح؟ هيقول لي هقول له: تبقى والدة الاله ولا لا؟ وانا هقولها هنا دلوقتي وعلى مسؤوليتي امام الاجيال كلها، انه اللي ينكر ان العذراء والدة الاله يبقى مش مسيحي من المسيحيين. والحرم الاول في الرسالة المجمعية للقديس كيرلس لنسطور اللي هي الرسالة الثالثة، الحرم الاول في حرمات كيرلس ال12 اللي اتقرت في مجمع افسس واتحكم بناء عليها على نسطور. الحرم الاول من حروم كيرلس المجمعية، مش كيرلس لوحده، مجمع في اسكندرية واتقرا في مجمع افسس المسكوني واتحكم بناء عليه. يقول: كل من لا يعترف ان العذراء هي والدة الاله فليكن محروما. وهذا ينطبق على هذا الشماس. وانا بقول بصورة اوضح ان كل مسيحي لا يعترف ان العذراء هي والدة الاله فهو غير مسيحي.